السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحلقة جديدة من حلقات بلس 90. هنتكلم في الفيديو ده عن تشكيل منتخب مصر اللي هيواجه السودان، وكمان هنتكلم عن اداء منتخب مصر قدام لبنان واداء كل لاعب في ماتش لبنان، وكمان في اخر الفيديو هتلاقي الكومنتات بتاعتكم على الفيديو اللي فات. طبعا زي ما اتفقنا في اخر كل فيديو هحط الكومنتات بتاعتكم، سواء حاطين كومنت بتشجعوني فيه او بتسألني فيه عن اي حاجة. هنتكلم عن نتائج الماتشات التانية زي ماتش الجزائر وماتش المغرب وماتش تونس وماتش السعوديه. نبدا الحلقه بس بعد رجعنا لكم تاني، وحلقه فيها كلام مهم جدا عن تشكيل منتخب مصر اللي هيواجه بيه منتخب السودان. بس قبل ما نبدا الفيديو انزل حالا بالا نعمل دلوقتي اشتراك في القناه، علشان عاوزين نوصل للقناه 20,000 مشترك قبل نهايه 2021. وطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان دي الحاجه اللي بتشجعني ان انا اكمل بعد كده. تحطوا كومنتات كتير علشان الكومنتات بتظهر في اخر كل فيديو، سواء انت بتشجعني في الفيديو او بتسالني عن اي حاجه معينه عاوز تسالني فيها. نخش على طول في تشكيل منتخب مصر. طبعا في حراسه المرمى محمد الشناوي، هيلعب باك يمين اكرم توفيق، وباك شمال احمد ابو الفتوح. طبعا عملوا ماتشات هايله الماتش اللي فات. وقلب دفاع هيبقى احمد حجازي ومحمود حمدي الونش. في نص الملعب هيلعب بعمرو السوليه وهيلعب بحمدي فتحي. طبعا حمدي فتحي رجع من الاصابه وهيلبس ماسك يلعب بيه، ده لو يعني كيروش مش خايف على حمدي فتحي وعاوز يلعب بيه. اما لو هو خايف عليه هيلاعب مكانه مهند لاشين. وطبعا هيلعب صانع العاب محمد مجدي قفشه، وهيلعب وينج يمين هيبقى احمد سيد زيزو، طبعا مش هيغلط غلطه المره اللي فاتت. وهيلعب وينج شمال احمد رفعت، وطبعا مش هيغلط تاني وينزل برضو محمد شريف وينج يمين. محمد شريف هيبقى راس حربه، ومروان حمدي هيقعد على الدكه. دي كده تشكيله منتخب مصر اللي هتواجه منتخب السودان. العناصر برضو اللي هتنزل تغير شكل الاداء، اول واحد طبعا مصطفى فتحي. طبعا مصطفى فتحي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت لما بينزل بديل بيغير شكل اللقاء، بس الراجل نزله المره اللي فاتت اساسي، علشان كده ما خدش منه اي اداء خالص، وكان بيلعب فردي طول اللقاء. وطبعا هنتكلم عليه في تحليل ماتش مصر ولبنان. فهو طبعا مصطفى فتحي هيبقى بديل كويس جدا لكيروش. وتاني بديل مؤثر هيبقى عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد بيلعب وينج يمين وساعات بيلعب باك يمين، ودي ميزه كويسه جدا لو انت عاوز تشغل الجهه اليمين. طبعا هتنزل عمر كمال وقدامه زيزو، هتبقى جبهه ناريه. طبعا اكرم توفيق من اللعيبه الرجاله جدا، بس اكرم توفيق هجوميا مش اعلى حاجه، هو دفاعيا محدش يعرف يعدي منه. عمر كمال عبد الواحد هيبقى انسب بديل ينزل في الجهه اليمين، هيغير شكل الاداء بتاع الجهه اليمين خالص. وطبعا لو انت عاوز تزود الفعاليه الهجوميه لمنتخب مصر هتنزل مروان حمدي واسامه فيصل. ونتكلم بقى عن مباراه مصر ولبنان، ونتكلم عن اداء كل لاعب كان في الماتش والمميزات والعيوب. ونبدا بمحمد الشناوي. طبعا محمد الشناوي ما جالهوش اي اختبار خالص، عشان كده هنطلعه بره الناس اللي هنتكلم عليها. نبدا بقلوب الدفاع احمد حجازي ومحمود حمدي الونش. الاثنين عملوا ماتش حلو ومفيش حد فيهم غلط غلطه مثلا دفاعيه كلفت منتخب مصر هدف، وكانوا بيلعبوا اللعب السهل وبرضه ما جالهمش اي اختبارات صعبه. اما نروح لاكرم توفيق، اكرم توفيق لعب ماتش كويس جدا، بس هو برضه هجوميا ضعيف. اكرم توفيق دفاعيا قوي، يعني طبعا لو هنواجه منتخب الجزائر قيمه اكرم توفيق هتبان في ماتش زي ده. ونسيب اكرم توفيق ونروح لاحمد ابو الفتوح. احمد ابو الفتوح زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت هجوميا قوي جدا، دفاعيا 40%، يعني هجوميا 60% ودفاعيا 40%. ولو احمد ابو الفتوح عمل المراوغه بتاعته دي ما كناش هنجيب هدف خالص، وجه منها ضربه جزاء ومحمد مجدي قفشه شاطها في الجون. طبعا محمد مجدي قفشه انا ما رشحوش خالص اللي هو بعد كده يشوط ضربات جزاء. هو اول واحد يشوط ضربات جزاء احمد سيد زيزو بيشوطها في الزمالك وجابها 5 مرات. تاني واحد بيشوط ضربات جزاء حلو قوي احمد حجازي، هو مدافع بس بيشوط ضربات جزاء حلو. وشفنا بدر بنون بيشوطها في الاهلي وفي منتخب المغرب. وتالت واحد بيشوط ضربات جزاء حلو قوي وعمرو السوليه. فانا ما رشحش ان محمد مجدي قفشه او محمد شريف يشوطوا ضربات جزاء تاني. ونروح لنص الملعب. نص الملعب كان فيه حمدي فتحي وعمرو السوليه، الاثنين كانوا عاملين ماتش حلو قوي. وبدليل ان منتخب لبنان ما راحش على منتخب مصر الا بهجمه واحده، ومنتخب مصر راح على منتخب لبنان في الشوط الاول ب 13 هجمه. بس للاسف ما عندناش المهاجم اللي يخلص. محمد شريف ما بيلعبش في مركزه، عشان كده ما بيجيلوش هجمات كتير، وحتى لو بيجيله هجمات كتير فهي مش في مركزه، بعيد عن الجون. ونروح لقفشه. قفشه عمل ماتش يعني متوسط، ما نقولش عليه برده حلو ولا وحش، يعني كان بينزل يستلم وكان بيروح على اليمين وكان بيروح على الشمال، يعني هو عمل اداء كويس، ما برضك ما نظلمش الراجل، عمل ماتش يعني كويس الى حد ما. ونروح لمصطفى فتحي ومحمد شريف. انا مش عارف محمد شريف ومصطفى فتحي بيلعبوا في المنتخب لوحدهم ليه، يعني كل واحد فيهم بيمسك الكوره عاوز يعدي ويروح هو اللي يجيب الجون. هو في اوقات لازم تمرقص فيها وتعدي واحد واثنين وتلعبها، بس مش كل الاوقات، يعني مش كل ما يجي لك الكوره مثلا مصطفى فتحي كل ما يجي له الكوره ياخدها ويجري ما بين اللعيبه وتتقطع علينا بهجمه. بس هي كده كده منتخب
لبنان ما كانش بيهاجم، فكانت مقبوله شويه. اما لو هنعمل كده مع منتخب الجزائر فيعني ولا 15 جون هيجي فينا بسبب الهجمات المرتده اللي هيعملوها علينا. بس احنا هنعذر مصطفى فتحي. مصطفى فتحي انا قلت عليه من الحلقه اللي فاتت لما بينزل بديل بيبقى احسن لما بيكون اساسي. هنعذر برضك محمد شريف علشان ما كانش بيلعب في مركزه. بس انا هروح بقى للاوسخ من محمد شريف ومصطفى فتحي وهو مروان حمدي. مروان حمدي بيفكرني بمروان محسن، المهاجم لازم يكون هداف وبيلعب براسه، واحسن حاجه في مروان حمدي اللي هو بيلعب براسه، بس برضك مش عارف ليه ما بيستخدمش راسه خالص في اي كوره. وبيفكرني قوي بمروان محسن، هو مروان ومروان الاثنين زي بعض بالظبط، مفيش فرق ما بينهم. ونيجي بقى للتبديلات. طبعا نزل احمد رفعت في الجهه الشمال، ما حسيناش باحمد رفعت خالص ولا كانه جه، حتى الانفراد اللي جاله ضيعه. احمد رفعت عاوز يلعب زي ما كان بيلعب مع فريقه بالظبط. حاسس ان احمد رفعت نازل مخضوض او نازل خايف، اول ماتش دولي تقريبا ليه، وانا كنت خايف ان احمد رفعت ياخد الكوره زي مصطفى فتحي كده ويتنيه يجري بيها ويمرقص ويلعب لعب فردي. بس احمد رفعت لعب ماتش اللي هو يعني باصي برضك، بس برضك ما حسيناش بيه. يعني احمد رفعت لما نزل ما حسيناش بيه. وطبعا برضك اسامه فيصل لما نزل هو نزل في يعني لعب مثلا بتاع 10 دقايق ولا حاجه، بس برضك ما فيش اي خطوره لاسامه فيصل خالص. نفس الكلام برضك مهند لاشين برضك ما لعبش ماتش لا وحش قوي ولا حلو قوي، بس برضك مهند لاشين لعب نص ملعب، المفروض اللي هو ينزل يستلم اكتر، المفروض اللي هو يسدد على المرمى اكتر. لاعب نص الملعب مطلوب منه حاجات كتير، اللي هو استخلاص الكوره، تسديد على المرمى، اللي هو ينزل يستلم، يلعب كرات طويله. المفروض لاعب نص الملعب اكتر لاعب في الملعب بيلمس الكوره. هو بصراحه كده العناصر اللي انا ما اقتنعتش بيها خالص في ماتش مصر ولبنان، اول واحد كان احمد رفعت نزل ما عملش اي حاجه، ثاني حاجه اسامه فيصل مفيش اي انتاجيه منه خالص، ثالث واحد هو مهند لاشين برضك يعني ما عملش الماتش اللي كان في دماغي. يعني بيلعب مع طلائع الجيش بيموت نفسه وبيلعب بيعمل كل حاجه في الكوره، بس ما علينا ماتش وانتهى، واهم حاجه ان احنا خدنا ال3 بونت. ونيجي بقى النتائج الفرق الثانيه، وطبعا نبدا بالمجموعه الاولى. منتخب قطر فاز على منتخب البحرين 1-0. منتخب قطر صاحب الارض والجمهور ما عملش الاداء اللي كان الناس كلها مستنياه منه. وفي نفس المجموعه العراق وعمان، وطبعا الاثنين اتعادلوا 1-1، وطبعا ده تعادل مستحق ما بين الفرقتين. اما في المجموعه الثانيه تونس وموريتانيا، وطبعا تونس بتسحق موريتانيا 5-1، وطبعا منتخب تونس مرشح بقوه ان هو ياخد البطوله عشان جايب اللعيبه الاساسيه بتاعته هو ومنتخب مصر. وفي نفس المجموعه الامارات وسوريا، والامارات بتكسب 2-1. اما في المجموعه الثالثه المغرب برضك بتسحق فلسطين 4-0، وطبعا المغرب برضك مرشحه اللي هي تاخد البطوله. ويكفي ان منتخب المغرب هو الفايز ببطوله افريقيا للمحليين في 2019. وفي الماتش اللي بعده السعوديه بتخسر قدام الاردن 1-0. طبعا منتخب السعوديه بيلعب بمجموعه شباب، مفيش الا 3-4 عناصر مثلا اساسيين هم اللي بيلعبوا في منتخب السعوديه، وباقي اللاعيبه كلهم شباب. وفي المجموعه الرابعه الجزائر والسودان، والجزائر طبعا برضك بتسحق السودان 4-0. يعني تونس والجزائر والمغرب بيدوا رساله لكل المنتخبات اللي معاهم في البطوله، احنا هنكسب البطوله لا محاله. اخيرا منتخب مصر بيفوز على لبنان 1-0 بالعافيه. ومعلومه كده على السريع، المنتخبات الافريقيه كلها اللي في البطوله كسبت، يعني منتخب الجزائر كسب، منتخب تونس، منتخب المغرب، منتخب مصر. المنتخب الوحيد اللي خسر من تونس هو منتخب موريتانيا، وده دليل ان المنتخبات الافريقيه اقوى بكتير من المنتخبات الاسيويه. ونروح بقى للكومنتات والناس اللي بتشجعنا. واول واحد معانا هو مازن بيومي، وطبعا بيقول لي في الرساله بتاعته عاش كمل، تسلم يا عم مازن. اللي بعده عبد الله محمد، وطبعا كاتب في الرساله بتاعته ما شاء الله تسلم. والكومنت اللي بعده من قناه المسلم وبيقول لي هدعمك طبعا، محتوى عالي، تسلم ربنا يخليك، وانتوا كمان برضك ادعموني. اما الكومنت اللي بعده من قناه تشجع كوره مع احمد بيقول لي احسنت يا صديقي، تسلم يا رب. والكومنتات بتاعتكم دي هي اللي بتخليني ان انا اكمل بعد كده. وبكده يكون الفيديو خلص. طبعا لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تخش دلوقتي تحط اشتراك، وطبعا ما تنساش اللايك المتين بتاعك علشان نوصل الفيديو ده، مش هقول ارقام بس عاوزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. طبعا ما تنساش تحط لنا كومنت علشان الكومنتات كلها بتظهر في اخر الفيديو زي ما شفتوا كده. واشوفكم في فيديو جديد في حلقه جديده على قناتكم بلس 90. سلام.